السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارمي البرتقال في المية المغلية وتعالى هقولك على فكرة وسر جميل أول مرة هتعرفيه. أول حاجة جبت البرتقال، طبعا غسلته غسلة كويسة جدا، نقعته بمعلقة كربونات وشطفته. حطيت مية في الطاسة وسبتها تغلي، حطيت البرتقال، بعد كده ضفت عليهم جزرتين، الجزر طبعا مقشراه وغسلاه برضو الأول. قطعته قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده عشان يتسلق معانا بسرعة وما ياخدش وقت، لأن الجزر بياخد وقت كبير في السوى. وهنفضل نقلب كده في البرتقان، يعني هياخد حوالي معاكي ربع ساعة. احنا مش عايزين البرتقان يتهري، لا عايزينه يطرى شوية. هنقلبه من وقت للتاني بالطريقة دي لان المية مش مغطية البرتقان. اتمنى منك لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنقلب في البرتقان بالطريقة دي لحد الجزر ما يستوي. خلاص كده الجزر استوى وبقى جميل جدا. خلاص كده هنطفي البوتاجاز وهسيبه لحد ما يهدى عشان اعرف امسك البرتقانه واقطعها، وبعد كده نشوف هنعمل تاني ايه. خلاص كده البرتقان كان هدي حوالي عدى 10 دقايق وسبته يهدى. هنجيب البرتقان هنقطعها 4 اجزاء، وكل جزء هقطعه على جزئين عشان بس يمشي معانا في الخلاط. كملي الفيديو معايا للنهايه عشان تعرفي رايي في الوصفه ايه. هنقطعه 4 اجزاء بالشكل ده، وكل جزء هنقطعه على 2. هنعمل واحده تاني مع بعض. شايفه البرتقال مش مهري بس هو مستوي. ما تخليهوش يطول اكتر من ربع ساعه عشان البرتقال ما يتهريش معاكي. يعني شايفه السكينه بتعدي فيه بكل سهوله، بس في نفس الوقت ماسكه نفسها مش مهريه. دلوقتي هنجيب شفشق الخلاط وهنحط فيه كميه البرتقال اللي عندنا. هنحطها بالقشر بكل حاجه زي ما هي كده. وخلاص كده بعد ما حطيت كل كميه البرتقال، دلوقتي هنحط كوبايه من السكر، والسكر ده حسب رغبتك انتي، بس انا حطيت كوبايه اللي هي الكوبايه المعياريه دي. كمان هنضيف الجزر اللي كنا سلقناه مع البرتقال، وهنضيف كوبايه من الميه، نفس الكوبايه المعياريه اللي انا حطيت بيها السكر هي اللي هحط بيها الميه. وهناخد الكلام ده كله نضربه كويس جدا في الخلاط لحد ما يبقى الخليط ناعم جدا عشان نعرف بعد كده نصفيه وناخد منه اكبر كميه عصير. خلاص كده بعد ما ضربته كويس جدا هنجيب مصفى ضيقه وهنصفيه. عايزه اقولك انا هصفي العصير ده مرتين. شايفين لونه جميل جدا، ولحد دلوقتي الفيديو جميل ما شاء الله. هنشوف باقي الفيديو. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي رايي في العصير. هنصفي كويس جدا كده واضغطي بالمعلقه عشان تاخدي اكبر كميه عصير. اضغطي جامد. وخلاص كده هخلص كل كمية العصير اللي عندي وهنرجع نشوف مع بعض. خلاص كده بعد ما خلصت كل كمية العصير دلوقتي هحطه في شفشق. خلاص كده حطيته في الشفشق. العصير ده طبعا مركز مش هنقدمه كده، هناخد منه حوالي ربع الكوباية وهنكمل الكوباية بالمية المتلجة او مكعبات التلج. وكمان هنزود السكر، هنزود معلقتين او حسب الرغبة. ودلوقتي جه الوقت اللي هقولك رأيي في العصير. العصير جميل جدا بس حسيت فيه بطعم المرار، حسيته ان العصير لا طعم القشر ظاهر فيه جدا، ما عجبنيش بصراحة قوي. العصير اللي بنشيل منه القشر افضل بكتير. اتمنى ان شاء الله تجربي الفكرة وتحكمي عليها برأي بنفسك. واتمنى لو الفيديو عجبك لايك كتير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ده رأيي في العصير، جايز انت تجربيه يعجبك، انما انا بصراحة ما عجبنيش.
اتمنى ان شاء الله تجربي الفكره وتعجبك، واشوفك في فيديو جديد، ومع السلامه.